الرحمن الرحيم. خدوا بالكم بقى عشان الناس المواطنين اللي عندهم خبرة في القضايا، ومثلا بيغيب هربان على اساس ان يعدي 3 سنين على الحكم الغيابي او 5 سنين على الحكم الحضوري، ويقول لك كده الحكم سقط. لا، خلاص، التعديل قانون الاجراءات الجنائية الجديد ما فيهوش انقضاء الدعوة الجنائية، يعني الحكم مش هيسقط. ليه؟ لان حضرتك انت كمتهم هيجي لك رسالة الكترونية على تليفون سيادتك ان ليك قضية برقم كذا متحدد لها جلسة كذا. فخدوا بالكم يا جماعة، لان الشق ده شق خطير جدا، وفي ناس بتهرب وتعيش بعيد عن اهلها. يا عم روح خلص المواطن، خلص ادي للناس حقوقها. دي حاجة. الحاجة التانية الاخطر ان انت دلوقتي ما بقاش في معارضة استئنافية. يعني حضرتك بتعمل معارضة بسيوم مثلا على سبيل المثال، وتعمل استئناف في كفر الزيات، ما حضرش الاستئناف يبقى الحكم اصبح نهائي. ليه؟ عشان بيجي لك رسالة الكترونية باعلان الجلسة. فانت كده مالكش معارضة استئنافية من 1/10/26. فاحذروا يا جماعة عشان ما حدش ينحبس ويقول لك انا اتحبست ظلم. لا، انت هيجي لك رسائل الكترونية من 1/10 ان انت متهم في قضية رقم كذا وجلستها كذا امام محكمة كذا. يبقى كده احنا قفلنا حتى الباب على انا اسف يعني المحامين اللي بيشتغلوا في الناحية التانية وبيرفعوا وصلات امانة مزورة في اماكن تانية بعيدة. يعني لو من بسيون يروح رافع في المنيا وفي اسيوط وفي الحتت ديت، على اساس تفاجئ ان انت واخد حكم غيابي، وتكون عامل توكيل. بقى طبعا الناس اللي بتشتري موبايلات وبتشتري حاجات بالقسط، ساعات الموكل بيقول له اعمل توكيل للمحامي فلان الفلاني ولا يجوز الغائه، عشان يعمل له معارضة واستئناف. ويبقى كده اصبح الحكم النهائي وحطك تحت السكينة. عليك 10,000 هتدفع 20,000 هتدفع 30,000. فيا جماعة محدش يعمل توكيل يا جماعة للي انت واخد منه القسط. ما تعملش توكيل للمحامي اللي عنده، عشان انت بتحط رقبتك تحت منه. انتبه، وانتبه يا اختي انت الاخرى، عشان بتجهزي بنتك ولا تضيعي نفسك وتخش السجن، ونقول يا خالق اهو في غريمينات عاوزين نقف معاهم، عاوزين نسدد لهم. يا جماعة احترسوا، ما بقاش في معارضة استئنافية، وما فيش حاجة اسمها الدعوة سقطت او انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة. ليه؟ لان هيجي لك رسالة الكترونية على التليفون هيقول لك والله انت متهم في القضية رقم كذا وجلستها يوم كذا في امام محكمة كذا. فانت دلوقتي عندك علم بالقضية، فكده القضية مش هتسقط، مفيش سقوط او انقضاء الدعوة الجنائية. ولكن القانون الجديد ما اشارش بقى على سقوط العقوبة من عدمه، لسه الامور هتتضح قدام ان شاء الله. فانا بقول لكم عشان يعني تحترسوا ويبقى عندكم حرص في الامور الجديدة بالنسبة لتعديل القانون الاجراءات الجنائية. فالنهارده حضرتك عليك حكم، روح اعمل معارضة وخلص نفسك وادي للناس حقوقها قبل ما تاخد حبس. هتنحبس، هتقول لي انا ليا معارضة استئنافية. لا، مالكش معارضة استئنافية، خلاص بقت حكم غيابي. هتعمل معارضة وتعمل استئناف، مالكش معارضة استئنافية تاني. ليه؟ وده قانون حقيقة يعني كنا مستنيينه من زمان. ليه؟ لان هيسعف بقى، هنقول بقى ايه يعني، سرعة الفصل في القضايا. فالامور برضو الناس كانت بتستهتر وتمضي على وصلات امانه وخلاص، وتاخد 2000 جنيه وتتدبس في 10 بعد كده و20. يا جماعه اتبعوا لنفسكم واحذروا، لان القانون اتعدل. وحضرتك لو هربت فين او جيت منين هيجي لك رساله على التليفون. ولذلك اي تليفون دلوقتي، اي خط بتروح تجيبه لازم بتسجل اسمك، والتعاملات كلها هتبقى بالتليفون بعد كده والتحول الرقمي. يعني لازم يبقى تليفون مسجل باسمك، يا كده مش هتمشي اي نشاط او اي حقوق لك او قدام الحكومة الا برقم تليفون يكون مسجل باسمك. لان بيخش على الكمبيوتر اللي عنده في اي جهة حكومية، بيديني رقم البطاقة، بيديك رقم البطاقة، بيطلع اسمك ورقم تليفونك والتسجيلات وكل حاجة خاصة بيك. فلازم التليفون يكون مسجل باسمك. فاتبعوا يا جماعة عشان ما فيش حاجة اسمها ان انقضاء الدعوة الجنائية مرور 3 سنوات. لا، الكلام ده هيتلغي من 1/10، ومفيش معارضة استئنافية. انا بنصح الناس
في واحد ما قابل واحد زميلي بيقول له الاستاذ عماد عامل ابن رشد. يا عم احنا بنعمل ايه؟ بنعمل خير للناس. وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.